مصر العربية من القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس النجم طارق لطفي. بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم احمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار فايز رشوان. إخراج علي عبد العال. عارفة كويس ان انا بحبك، عارفة ان انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك. انا بغير عليك من الهوا وانت عارفة. لقيت بس دريت عليا حاجة مهمة زي دي. انا فعلا اعصابي متوترة اليومين دول. انا اسف يا راشا، حقك عليا يا حبيبتي. وادي راسك ابوسها ايه، وادي ايدك كمان ابوسها. رواقي بقى، رواقي وانت اعصابك بقى خلاص زينا. انت لازم تعمل الجواز ده يا عادل. بعد تخويلك ليا لنادي ما عادش لك امان يا حبيبي. لازم تكتب البنية دي بايه وتعمل الجواز منك لمراتك وبنتك للكل للكل يا عبد جميل. بقول اللي سمعته ودانك يا شهد، ما تكدبيهاش. لا هكدبها يا ماما، واسفه اقول لحضرتك لو ما كدبتهاش هكدبك انت. اللي بتقولي ده عن حبة ميري ده مش ممكن يكون صحيح. انت بتقولي الكلام ده عن مين؟ عن ابويا عابد ميري متجوز ومتجوز واحده؟ لا طبعا ده كذب ومليون كذب كمان. زي ما صدقت بسرعه ان باهر عز الدين دكتور العلوم السياسيه في الجامعه الامريكيه كان متجوز رقاصه، صدقي برضه بسرعه وبدون اي نقاش ان عابد ميري باباكي ومثلك الاعلى متجوز نفس الرقاصه. عارفه ليه؟ علشان زي ما قلت لك زمان عابد ميري وباهر عز الدين صرف واحد. ماما عرفتي منين ان باهر كان متجوز الست دي؟ مش كان لازم اطمن على مستقبلك انا كمان واعمل تحريات زي ابوكي عن العريس؟ ولا انت صدقتي ان مش هيهمني غير اسمه وشكله وهيئته؟ يا ماما ارجوكي جاوبيني وما تفطريش اعصابي اكتر من كده. عرفتي منين؟ فاكره خناقتك من اسبوعين مع الدكتور فضل في المستشفى؟ دكتور فضل؟ فوضى وتسيب وقلة ادب وكل عاوز ياخد حقه بالدراع حتى لو الحق مش حقه. لكن الناس اللي بره دول بيطالبوا بحقهم فعلا يا دكتوره، مش بيبلطجوا يعني ولا حاجه. نعم؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده انت كمان؟ هي ناقصاك ولا ايه؟ حقهم ده ايه؟ يا دكتوره شاهد، احنا هنعمل ايه بجثه قريبهم اللي مات عندنا وحضرتك حاجزاها في المشرحه ومش عاوزه تسلمها لهم؟ هنخليلها يعني ولا ايه؟ بصراحه الناس دي لازم تستلم جثه قريبهم، ده حقهم. والله وانا مين بقى يديني حق ان شاء الله؟ فاتورة الغرفة اللي كان فيها المتوفي قبل دخوله العملية اللي حضرتك عملتها وصلت ل80,000 جنيه، مين بقى هيسددهم؟ الفلوس تدفع يستلموا الجثة، غير كده بقى هم اللي هيخللوا من وقفتهم في الشارع بره. الناس دي كانت من شوية بتشتم وبس،
دلوقتي بتكسر بلاط الرصيف وبتحدف بيه امن المستشفى. محدش عارف حرقتهم على قريبهم اللي مات ممكن توصلهم لفين. دول ممكن يقتحموا المستشفى ويولعوا فيها. وانا هبلغ البوليس وهو يتصرف معاه. بوليس ايه بس؟ اطلب لك انا البوليس ونشوف مين هيتحرك ويجي. ايه ده؟ انت مش عارف ان المستشفى دي بتاعت عادة ميري ولا ايه؟ يعني البوليس ما يقدرش يتأخر ثانية. ما هي عشان مستشفى عادة ميري بقول لك بلاش البوليس. شوشرة بقى وصحافة ورغي في التوك شو من غير لازمة، وناس ولا تسوى هيعمل لهم الاعلام سهل. وعابد بيه مش بيحب غير انه يعمل فيه صمت يا دكتورة شهد. بلاش البوليس، بلطجة ببلطجة. انا هجيب لهم اللي يخليهم يشرفوا جنب قريبهم في المشرحة وملهمش عندي دية. دفاع عن النفس. بس شوشرة وفضايح برضه. هي مش الناس دي قرايبك برضه ولا انا غلطان؟ هو انا كل مريض هجيبه المستشفى اعمل له عملية يبقى قريب يا دكتورة لا شهد؟ لا 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 بس هم قرايبك. انت قلت لي كده يوم ما جبت المريض للمستشفى، انا فاكره كويس. دي كانت كدبة بيضة عشان تجامليهم في تجامل. دكتور فاضي. قرايبي بس من بعيد قوي خالص. مش مهم. المهم انك تنزل بقى دلوقتي زي الشاطر وتقنعهم يسددوا الفاتورة زي الشاطرين ويستلموا بعدها جثة قريبهم وفوقها كفن هدية. طب ما تنزلي حضرتك معايا، اصل حضرتك ليكي هيبة كده وشمخة، ولما يشوفوك قوي انزل معاك. ما انزلش ليه؟ بس ساعتها هقول لهم الدكتور قريبهم اللي جابهم المستشفى واخد قد ايه في العملية اللي ابنهم مات فيها، وهقول لهم كمان دي تبقى العملية رقم كام اللي تفشل له السنة دي، وساعتها بقى هم اللي هيبلغوا البوليس اللي انت خايف يتدخل في الموضوع يعمل شوشرة. اسمعي يا شهد. دكتورة شهد، انت جننت ولا ايه؟ دكتورة في ايه؟ ما تسيب الطب لاهله. انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ بدل التخاريف اللي بتقوليها دي يا خريجة ادارة الاعمال، روحي اسألي والدك دكتور عابد صاحب المستشفى اللي سايبها لك تعملي فيها ما بدالك. اسأليه كده نسبة النجاح في العملية اللي عملتها للمريض قد ايه؟ هو ده الكلام العلمي مش البتنجان اللي بتخلليه ده. انت صدقت نفسك انك دكتور ولا ايه؟ انا بقى هوريك البتنجان المخلل اللي على اصوله. انت نسيت انك مجرد سمسار عيانين بتجيب شغل للمستشفى وبتوهمني انك دكتور وبتتكلم كلام علمي. وعملت الدكتوراه اللي جبتها من اوكرانيا ولو انت عارف جبتها ازاي، اللي اشتريتها بفدانين من ميراث ابوك في بلد. دكتورة شهد يا دكتورة اهدي بس كده. اتفضل غور من وشي وحلي المشكلة دي يلا. جالي يشتكي لي علشان اتوسط له عندك واحل مشكلته من غير الموضوع ما يتطور ويوصل لبابا. وكان ساعتها في قمة غضبه وهو بيحكي لي اللي حصل. حب يثبت لي انه قد ايه هو مخلص، وقال لي هيقول لي على سر وسر خطير كمان، بس ترجاني اني اعالج الامر بحكمة ومن غير ما اقول لك ان هو اللي قال لي السر ده. طيب وايه هو بقى السر الخطير ده؟ ان باهر كان متجوز رقاصة؟ ايوه طبعا. قال لك اسمها ايه؟ امال انا عرفت ازاي انها هي نفسها اللي متجوزة ابوكي في السر؟ وانتي زي ما حكيتليش حاجة زي كده يا ماما، على الاقل كنتي تقولي لي. مش دايما كنتي بتقولي ان انا صاحبتك مش بنتك؟ ما كانش ينفع اقول، فخبيت الخبر عنك. ليه بس ليه؟ علشان الحياة تستمر وعلشان ما خليكيش تتسجني فيه. انا عارفة كويس عادة مالي يبقى بالنسبة لك ايه. واديني اتصدمت فيه يا ماما، بس مش هتبقى اشد ابدا من صدمتي في باهر ابدا. ايه لسه مش بترد على تليفوناتك؟ لا بس انت طلعت نمس يا راجل. تبقى متجوز رشا فكرة اشهر رقاصة في مصر وما تقوليش. يا من كنت فاكرك صديق عمري. ارجوك يا فؤاد انا مش ناقصك انت كمان. سيبني بقى في اللي انا فيه. عندك كلمة عدلة اقولها، ما عندكش اسكت. اقول لك انا سايبها لك. لا خلاص يا سيدي، اهدى شوية. الحكاية مش مستاهلة، وبعدين دي عيلة مجنونة والمفروض انك تحمد ربنا انك فكيت منها. انت بتقول ايه بس يا فؤاد؟ يا عم انت بقى بقول لك ايه، هتعملهم عليا؟ مش اخر خلاص طلع من الجنة، يعني اللعبة جيم اوفر من ساعتها. بس انت بقى شهامة الصعايدة اللي جواك منعتك تعمل حركة مش تمام وتخلع وتسيب البيت. يا سيدي اها جت منهم، يعني ما تزعلش.
انا بحب شهد فعلا، بحبها. بقول لك ايه، انت هتمثل عليا؟ قول لي بقى انك انت كنت باصص للقرشين من الاول. انت مش فاهم اي حاجه، واللي زيك عمره ما هيفهم، وانا غلطان بقى اني بتكلم معاك من الاساس. هو فيها بس. هو انت وقعت في هوا البنت بجد ولا ايه؟ يا اخي تخيل. انت تاني؟ لا 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 لا، خلاص 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 خلاص، ما تزعلش. طب ايه رايك بقى اللي يرجعها لك حليب يا قشطه من الاول تاني، ويخليها كمان ترد على تليفونك؟ ازاي يعني؟ وهتعمل ايه؟ ما تفهمنيش غلط يا شهد، قصدي يا دكتورة شهد. طب هديك انت الفرصة تفهمني ايه الصح يا دكتور فاضل؟ ليه رحت تقول لماما معلومة مهمة زي دي عن باهر عز الدين وانت عارف كويس ومدرك ايه نتائجها على علاقتي بيه؟ ما كنتش اقدر اسكت يا شهد هاني. والله العظيم تريقي على كيفك يا دكتورة، لكن اوعي تتصوري ان علاقتي بالمستشفى دي مرتبطة بعلاقتي بيكي اللي مليانة خلافات في وجهات النظر، وده العادي على فكرة. لكن في النهاية باقي الحب والإخلاص. أنا باني المستشفى دي مع والدك طوبة طوبة، ويمكن أعرف عنها اللي والدك نفسه ما يعرفوش، أو السياسة ومشاغلها نسيتها له. وطول رحلتي دي مع والدك شايل له بدل الجميل 1000 في رقبتي، كان لازم أردهوله في موقف حساس زي ده. ولما انت عندك وجهة نظر وفاهم وحساس وعارف ان الموقف ده حساس، بتحشر مناخير حضرتك فيه ليه؟ ترد جمال البابا بانك تبوظ علاقة بنته بخطيبها؟ كده بترد الجميل ولا بتنتقم منه يا فضل؟ عشان اللي حصل بينا اخر مرة بخصوص جثة المريض اللي مات تحت ايدك في اوضة العمليات. ما بيحصل بينا كتير، وحصل قبل كده اللي اشد من كده، لكن وقت الجد كان لازم اخفيش النصيحة. انت تلوميني لو كنت الفت الموضوع مثلا او بلغت فيه، انما لما شفت جناب السياسي المشهور ابو شعر مسبسب بتاع الفضائيات ده بدل المرة 20 مرة وهو بيزور حضرتك هنا في المستشفى، كدبت نفسي لحد ما اتأكدت ان هو، فاضطريت اتكلم بقى واعمل اللي عليا واسيب القرار لاصحاب القرار. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إخراج الموسيقار الكبير هاني محنة. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.